من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. احنا النهارده موجودين في قصر الامير محمد علي ابن الخديوي توفيق في المنيل، ودلوقتي احنا موجودين في قاعه العرش. خلونا نتكلم عن الفنان محمد هدايت اللي عامل اللوحات الزيتيه اللي موجوده في القاعه كلها. الفنان الحقيقه حب ان هو يعبر عن شخصيه كل حاكم من اللي موجودين في القاعه من خلال البورتريه اللي عمله او اللوحه الزيتيه اللي عملها. فهنشوف مثلا عندنا لوحة الجد الأكبر اللي هو محمد علي باشا، هي أكبر لوحة فيهم ومزخرفة زخرفة أكتر بكتير من باقي اللوحات، لكن التفاصيل الفنية اللي جواها كمان معبرة جدا عن شخصية محمد علي باشا اللي هو مؤسس مصر الحديثة. فبنشوف في الخلفية بتاعة محمد علي باشا جزء باين من الهرم الأكبر، ثم يليه أراضي زراعية دلالة على أن مصر كانت في الفترة دي كلها معتمدة اقتصادها على الزراعة، ثم التطوير اللي عمله محمد علي باشا واللي هو دخل الصناعة في مصر بشكل كبير. فبنشوف دخان كده متطاير تقريبا طالع من ورشة أو مصنع صغير، ثم بنشوف بعد كده محمد علي باشا واقف جوه ما غالبا هو قصر لأن هو ساند على عمود رخام. فده دلالة أكبر على أن محمد علي باشا نقل مصر من مرحلة ما إلى مرحلة أكبر بكتير اللي هي التطور والحداثة. وما ننساش إن هو ما حبش يخرج عن السياق الحضاري بتاع مصر، إن هو يعبر عن إن هو امتداد لحضارة مصر القديمة، ولذلك بنشوف الهرم موجود عندنا هنا في لوحة محمد علي باشا، وهنشوفها كمان في اللوحات الزيتية الباقية.
بعد كده بننقل على ابراهيم باشا، وهو الابن الاكبر لمحمد علي باشا، واللي حارب حروب كتير جدا خلال فتره حكم محمد علي باشا، وكان الساعد الايمن ليه. فبنشوفه متصور بالزي الالباني العسكري وراه الخيم العسكريه. بعد كده بنشوف عباس حلمي الاول، وهو كان راجل محب جدا للخيول، فحب يعبر عن كده محمد هداية، فعمل ايه؟ صوره وهو واقف وراه خيل عربي اصيل لونه ابيض جميل جدا. ثم بعد كده بنشوف محمد سعيد باشا. محمد سعيد باشا خلال حياته اهتم بمناحي كتير جدا، منها البحريه او الاسطول. فبنشوفه متصور داخل بارجه او سفينه حربيه، وايده محطوطه على مدفع من المدافع بتاعه السفينه. ثم بعد كده بقى نلاقي الوضع اختلف تماما في الصور الثلاثه الباقيين، اللي هو بتاعت الخديوي اسماعيل والخديوي محمد توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني، لان الحكم اتنقل من القلعه الى سرايا عابدين. فحب برضو الفنان يعبر عن الفتره ديت بانه صور الثلاث ملوك او الثلاث حكام بتوع مصر كانوا في الفتره دي وهم موجودين في سرايا او في قصر. فبنشوف سجاد نبيتي واقف عليه الخديوي اسماعيل، ووراه تاج او قاعده عمود رخام كبيره جدا. فكل دي دلاله على ان هو الحكم اتنقل من القلعه لسرايا عابدين. طيب ليه اللوحات وقفت عند عباس حلمي الثاني؟ عباس حلمي الثاني كان هو راجل محب جدا 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 لمصر، وكان شخصيه وطنيه الى حد كبير. طبعا احنا عارفين ان الانجليز احتلوا مصر سنه 1882 في عهد الخديوي محمد توفيق، ولكن الخديوي عباس حلمي الثاني كان ضد الانجليز، وكان بيمول الحركات الوطنيه، ولذلك المصريين حبوه جدا. وهو كمان عمل نهضه ثقافيه كبيره، فاتفتح في عهده متاحف كتير جدا، 5 متاحف يمكن اهمهم المتحف المصري في التحرير. فراجل كان متفتح جدا، كان وطني جدا، ولذلك كرهوه الانجليز واتطرد بره مصر. والبرنس محمد علي حب يحطه كآخر صورة في حكام الأسرة العلوية علشان يأكد للمرة المليون على أحقيته بعد عباس حلمي الثاني إن هو يبقى حاكم مصر. Hello, my name is Abril Martinez Fon and I'm from Catalonia, Spain. I'm here in Egypt with my family during our vacations, and the best food I tried here is the falafel because it's very tasty and I like it a lot. Then the best place that I visit is the Hatshepsut temple because it's a very spectacular place that impressionates a lot at the first time, and then inside it's very beautiful too. With my family we had made a route
that starts here in Cairo, visiting the pyramids and the Sphinx. Then we fly to Luxor, and there we start our Nile cruise. It was a very special experience because the views are amazing and all the places that we have visited are very beautiful. Then when we finished our Nile cruise, we went again to Cairo. We visited the Mezquita de Alcaraz. Here we visited the Canal Khalili market, and then the Mezquita de Alabastro. The following day we went to the White Desert. We visited the desert and the rounds, visiting the Black Desert, the Crystal Desert, and finally the White Desert. And it was a very emotional experience because it was a little bit scary with the dunes, with the current, but finally was a very, very good experience because when we were having dinner, the food was amazing, and the views, the stars, the sunset, and in the place was very, very beautiful. We spent the night there, and then we turned back here in Cairo, and now we are visiting this palace and the Museum of Civilization. It's a very good experience, and I recommend it to everyone at least once. The Palace of Prince Mohammed Ali, it's a very, very beautiful place because the gardens are so amazing with a lot of plants, trees, and like it's very beautiful. And then the houses and the palace, it's the architecture is so beautiful and very detailed, and we like it a lot. نورت más. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.